يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا النهارده الفيديو باين من شكله من غير ما اقول اي حاجه، بس برضه هوضح لكم. النهارده هنعمل بصوره تمام كده، طبعا اكله مصريه شعبيه مشهوره جدا جدا جدا، بس انا بعملها يعني للبنات المبتدئات كده، الامامير اللي هم لسه ايه، مش بيعرفوا يعني ان هم بيعملوها. عايزه اقول لكم في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعملها، فانا كنت عاملاها قبل كده، بس النهارده يعني ماما صممت اللي انا لازم اصور الفيديو، قالت لي صوريه ونزليه تمام. فانا صورته ونزلته. بصوا بقى تعالوا كده لما اوريكم عملنا ايه. طبعا انا هنا كنت صورت اصلا، انا كنت بدات ما كنتش عارفه ان انا هصور. بصوا انا حطيت بصل وتوم وبطاطس، دي حاجه جديده بقى ما حدش يعرفها خالص، وقرن فلفل، وحطيت بقى خضره شبت وبقدونس وكزبره تمام. يعني حطينا هنا توم، حطينا بصل، وحطينا طبعا الفول اللي هو بتاع البصوره ده، وحطينا فلفل، وحطينا بطاطسايه، اي بطاطسايه عندك، ما عندكيش ما فيش مشكله، بس عايزه اقول لكم بتديها تيست جميل جدا. وحطينا شبت وبقدونس وكزبره. هنحط بقى هنا دلوقتي حاجه تاني بيحطوها يعني اجدادنا من زمان، عشان خاطر البصاره دي بتتعب البطن شويه لما بتتاكل تمام. فبنحط ايه، شويه نعناع، شويه ينسون تمام. وهحط لها ميه مغليه زي ما انتم شايفين كده خلاص. وكمان هنغطي بقى عليها ونسيبها ان هي تستوي. اول لما تبتدي بقى ان هي تخش في الغليان كده، ما هي تبتدي ان هي تستوي، طبعا انا كده موطيه عليها النار خالص لحد لما احس ان الفوليه ابتدت ان هي تدوب معايا كده، وفي نفس الوقت انا موطيه عليها عشان خاطر ما تشتش تمام، ما تعلوش عليها النار. هبتدي بقى ان انا اسيبها كده لحد لما تستوي براحتها خالص، وهغطي عليها. وهنا بقى هنعمل ايه، هنعمل البصله بتاعتنا. البصله دي اللي هي التقليه اللي بنحطها من فوق. طبعا البصل احمر، عايزه اقول لكم انتوا البصل لما شفتوا في اول الفيديو هو لونه مش محروق، هو علشان احمر بيدي غمقين كده شويه تمام، لكن هو مش محروق، انا مش بحرق البصل يعني، هو بيبقى لونه كده خلاص. طبعا لو ابيض هيديك اللون افتح شويه في التقليه دي. هبتدي بقى ان انا اقطعه كده زي ما احنا شايفين، تقطيعه عاديه جدا ما فيهاش اي افتكاسات، يعني اي بقى تقطيعه عايزه تعمليها سلايس كده شرايح بصل تمام، عايزه تقطعيها مربعات زي ما انا بعمله برضو تمام، ما فيش اي مشكله خالص. بس كده هقطع بقى البصل كله تمام. وبعدين بقى ايه هنعمله في الزيت. بصوا بقى، يعني بصوا بقى الحركه اللي انا هعملها دي حركه جميله جميله جميله. شايفين خلصت في ثانيه، حد يعرف يعمل زي كده؟ ده سحر سحر، احنا بنعمل سحر. المهم يعني جبت بقى زيت كده، زيت طبعا نضيف، حطيته في الطاسه نضيف خالص مش عاملين فيه اي حاجه. وابتديت بقى اللي انا ايه اضيف فيه البصل بتاعي كده، وهبتدي ان انا اشوحه. وهقول لك بقى على خطوه حلوه جدا جدا، هتطلع لك البصله مقرمشه ومش شاربه اي زيت خالص، هتشوفي دلوقتي كمان. هسيبه كده بقى على النار لحد لما يبتدي يدبل معايا. اول لما البصلايه تدبل هوريكم شكلها كده لما ابتدت تدبل عامله ازاي. بصوا اهي ابتدت ان هي تدبل كده، هقوم حاطه ايه شويه ملح بس كده، ولا اي حاجه تاني، ولا بقى دقيق ولا نشا ولا خل ولا مش عارف ايه، هو ده كده وبس. هيطلع البصل معايا مقرمش ومش شارب ولا نقطه زيت، وكمان فاتح. عايزه اقول لكم ان الكاميرا ظلمه، بص انا لما مقربه كده شايفين لونه، انا مطلعاه باللون ده، بس الكاميرا والاضاءه عند ماما في المطبخ ظلمه بصراحه لون البصل، لكن هو كان لونه كده بالظبط. انا كده ابتديت ان انا طلعت البصل، وابتديت بقى اللي انا ايه جبت البصاره بتاعتي بعد لما بردت كده شويه، وابتديت اللي انا اخلطها في الخلاط. بس طبعا هنحط معاها شويه ميه. بصوا الفوليه دايبه خالص، هحط معاها شويه ميه كده، وهبتدي ان انا اخلطها في الخلاط، وهحطها بقى في اي طبق كده عندي لحد لما اخلص الكميه كلها كده اهو زي ما احنا شايفين. اول شفشه اهو، بصوا شايفين شكلها عظمه عظمه، تتاكل كده من غير اي حاجه. عايزه اقول لكم انا بحبها سخنه جدا. ادي البصاره وادي البصل، بصوا البصل عايزه اقول لكم والله بجد الكاميرا ظلمه، هو لونه مش كده، بص لما بقرب باين قوي لونه، بس لما الكاميرا بتروح وتيجي كده بحس ان هو غمق مش عارفه ليه. بصوا شايفينه هو مقرمش جدا، يعني تحسوا ان هو بيفرفت كده من ايدي، مش بيلزق في الايد ولا اي حاجه خالص. يعني انتوا لو البصله
طريه، هتلاقوها بتلزق في ايدي. هنا بقى ايه، فضيت كل الزيت اللي احنا قلينا فيه البصل تاني. بص بقى كام بصلايه دول حروقوا شويه في الطاسه، لان طبعا كنت سايباهم في الطاسه في الزيت، معرفتش اطلعهم بالبتاع اللي انا كنت بطلع بيها دي، بس طبعا بنشيلهم خالص. وحطيت الزيت بقى في الحله تاني وعلقت عليها النار، وابتديت بقى اللي انا اسمي الله كده، صلوا على سيدنا محمد، وحطوا البصاره بتاعتكم. هتقولي لي الزيت ده كتير كتير قوي اللي انت عملتيه ده. لا يا حبيبتي، ده مش كتير ولا حاجه، هو لازم يبقى كده. كل الزيت ده انتوا مش هتشوفوه اصلا دلوقتي، يا دوبك احنا هنحط التوابل بتاعتنا والبصاره هتبتدي تاخد غلوه في التانيه، مش هتلاقوا اي زيت خالص. بس عايزه اقول لكم الزيت ده بيديها طعم خطير بجد، الزيت بتاع تقليه البصل ده. هنحط بقى ملح. انت عايزه تقللي، انت ممكن تقللي كميه الزيت عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله، تاخدي شويه صغيرين. هنا رودي بنت اختي بتقول لكم حطوا لايك. حطينا ملح وحطينا فلفل اسود، بصوا حاجات بسيطه خالص، وشويه كمون، حاجات بسيطه جدا يعني، حتى المعلقه ما تملوهاش. تمام. وهنحط كمان ايه، هتحطي كمان ايه يا ام ادهم؟ هحط شويه شطه، وهنحط كمان شويه كزبره ناشفه. عايزه اقول لكم يعني مش كزبره خضراء بس، وكزبره ناشفه كمان. خلاص. وانتي لو ما لقيتيش مثلا كزبره خضراء في السوق، ممكن تحطي بدلها كزبره ناشفه عادي جدا جدا. وهنحط كمان شويه ملح. ايه ده؟ امال اللي انتي حطيه في الاول ده ايه؟ ده كان شويه سكر. تمام. هيبقى حطينا شويه سكر، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح، شويه شطه، شويه كزبره. وهنحط بقى 3 ورقات ماجي. تفركي الماجي كده قبل ما تحطيها عشان ما تكلكعش في البصاره، لان البصاره ما بتبقاش بتدي غليان لدرجه ان هي تفك الماجي بتاعتك. تمام. هقلبها بقى كده تقلبتين وهسيبها على النار. بصوا لونها جميل جدا جدا جدا، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه كده عظمه عظمه بجد. عايز اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وانا متدربكه كده في المونتاج عشان خاطر انا بقالي كتير ما صورتش ولا نزلت اي حاجه خالص. تمام. كنتش ناويه انزل اصلا بصراحه. المهم خدت بقى غلوتين كده 3، وبصوا بقى شكلها والقوام بتاعها تحفه. فين بقى الزيت؟ اتبخر الزيت، مفيش زيت، مفيش يعني. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها كانت جميله جدا جدا. ابتديت بقى اللي انا اغرف في الاطباق كده. هتقولي لي بقى انت ليه مش بتملي الطبق على الاخر؟ لان الاطباق دي احنا بنحطها كده وبنحطها في التلاجة. تمام. انا عن نفسي انا بحبها بصراحه، بحب البصاره سخنه يعني، احبها وهي لسه طالعه كده. لما بتسقع مش باكلها، بس هم هنا عند ماما في البيت بياكلوها ساقعه يعني، بيحبوها في الاطباق وبياكلوها ساقعه. فانا حطيتها في الاطباق، ما مليتش الطبق قوي علشان خاطر اللي ياكل من طبق خلاص يعني ايه، ما يفوتش فيه. انا لو مليت الطبق قوي هيفيد منه، فمحدش هياكل منه تاني. فلا، انا بحط الاطباق على القد، الاطباق الصغيره لدنا. تمام. والاطباق الكبيره برضو للكبار. وابتديت اللي انا بقى ايه، اصغر بقى في الاطباق كمان شويه عشان اللي عايز لقمه إيه ياكل حبه بصاره مش عارف ايه كده. بصوا بقى شايفين الجمال؟ عظمه ما شاء الله. بصوا نص كيلو فول عمل لي قد ايه يعني، ما شاء الله. لا سيدنا محمد جميل جدا جدا. بسيبها تبرد شويه بعد ما بحط لها البصل، وبعد كده بحطها في التلاجة. بصوا البصله، انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا البصله لما امسكها كده بايدي بتبقى عامله ازاي. بصوا مفيش زيت، مفيش اي حاجه، والبصله مقرمشه ما بتلزقش في ايدي. دي حاجه تثبت لك ان البصل ما فيهوش مش شارب زيت ولا طري ولا اي حاجه، ومقرمش وجميل. عايزه اقول لكم بقى انا ايه، مش بكتر التقليه. انا سبت لهم شويه تقليه بقى على جنب، عشان في ناس بتحب تقليه كتير، في ناس بتحب تقليه قليل، في ناس بصراحه مش بتحب التقليه خالص. بس انا ايه، حطيت في الاطباق كلها وقلت بقى اللي مش عايز تقليه يبقى يركنها على جنب براحتكم. بس شايفين بقى الجمال والعظمه؟ عايزه اقول لكم جميله جدا جدا جدا. وفي حاجه كمان، انا كنت عامله بتنجان هوريه لكم بقى دلوقتي. طبعا دي جنبها بتنجان مخلل، بصل بقى يا جماله، تقطعي كده حتتين بصل او بصل اخضر، حاجه كده جميله جدا وتفتح بقى النفس. وكمان لو عندك اطفال تقضي الغرض وتلم الدنيا. تمام. بصوا بقى كمان طبق البتنجان العظمه ده، خيال خيال بجد. بس بقى كده يا ستي، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله.